ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا 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 حبايب قلب سيزر. كلكم غلابة، صح، كلكم غلابة. كلنا كده عايشين في الدنيا غلابة. ليه؟ مهما كان معانا في الاخر غلابة. يبقى ما ينفعش غير ان كلنا نكمل بعض وما نبقاش غلابة. الاول نقرا الفاتحة لأمي الله يرحمها ويسامحها ويجعل مسوى الجنة مع سيدنا محمد. حبايب قلب سيزر، الكون ده بيحكمه حاجتين، هما اللي زي ما انتم ممكن تقولوا كده ايه، الفلوس دي حاجة أساسية عند البشر، مع إن هي ملهاش قيمة ولا ليها لازمة. لو أنت بتحسب نفترض يعني مع بعض إن الحياة ساعتين، الحياة عبارة عن فيلم ساعتين. أنا عايزكم تعرفوا إن إحنا في آخر ربع ساعة من الساعتين، آخر ربع في الحياة كده كده بتنتهي. وزي ما اللي كان بيتابعني قبل كده بيقول لي واقع اللي هتغيره، لا الواقع اتغير وبيتغير وهيتغير. الفيديوهات اللي جاية والحلقات اللي جاية والبرامج اللي هنعملها على القناة هتقول لكم ان الواقع بيتغير، بس الجدع اللي في الاخر هو اللي يلحق نفسه ويفهم صح. حبايب قلبي، بحبكم بكل اللي فيكم، لان الانسان اول ما اتولد كان اصله حلو، كان اصله نقي. الحياة هي اللي شكلته. الجدع بقى اللي يرجع عن اللي هو كان فيه. في ناس انت عمرك ما تعرف عنها حاجة لان هي ما بتتكلمش، بس انت بتعرف انت لما الناس دي تتكلم. كلكم غلابة وانا غلبان وفلان غلبان، واللي ماسك منصب غلبان، واللي معاه فلوس غلبان، واللي معهوش غلبان. انتوا دايما بتمسكوا في الكلام ودايما بتحدفوا ان الكلام ده وحش. زي كده ما بيسفهوا في المهن، يقول لك ده مش عارف شغال ايه، ده شغال ايه، ده شغال ايه. الشغل مش عيب. انت لو جيت في مهنة انت بتتكلم عليها ان انت بتسفهها، المهنة دي انت هتعتبرها مهنة وحشة، وان هي لو اختفت هتأثر معاك انت. هرجع اقول لك كلنا غلابة ازاي. انت كده كده عايش في الدنيا مهما عملت ومهما حققت. في ناس بتقول لك حققت نجاح. يعني ايه نجاح؟ هو في حاجة اسمها نجاح في حاجة هتخلص؟ يبقى نجاح ازاي؟ انت في رسالة او في هدف انت مخلوق عشانه، بتقوم بيه لحد ما ربنا بيجي يقبض روحك والدنيا بتخلص بالنسبة لك. فلان معاه 3 مليار، فلان معاه 20 مليار، فلان معاه مليون، فلان معاه 1000 جنيه، في الاخر غلبان لانه بعد كل ده بيموت ويسيبهم. يبقى القاعدة الاساسية في ان احنا كلنا غلابة، ان كلنا ايه؟ بنسيب اللي احنا عملناه وبنتكل على الله. احنا اتربينا على مصطلحات غلط كتير، وفي ناس بتبقى قاصده ده. اوعى تفكر ان الكون ده ماشي كده. عمر الكون ما كان ماشي كده، وعمر ما في حاجه ماشيه كده. زي الشركه بيبقى ليها رئيس مجلس اداره، وبيبقى ليها مدير، وبيبقى ليها موظفين، وبيبقى فيها عمال، وبيبقى فيها منتجين، وبيبقى فيها تسويق، وبيبقى فيها كل حاجه، صح؟ يبقى ما فيش حاجه في الدنيا غير وبتمشي بالتسلسل ده. زي البيت كده، في زوج وزوجة وأولاد، والزوج هو اللي بيمشي البيت والزوجة بتساعده. يبقى الحياة قايمة على التكامل. معلش هتلاقي حلقتي خفيفة كده إن شاء الله، مش هنطول، بس يبقى القاعدة الأساسية في الحياة إن كلنا غلابة، لأن مفيش حد بياخد حاجة معاه. حتى لو بصيت لأيام الفراعنة هم كانوا شايفين إن هم في حياة مش هتخلص، اللي هي بعد ما نموت يا جنة يا نار.
هنبتدي نصلح المصطلحات دي، وهنبتدي مع بعض نفهم ونشوف ايه اللي هيحصل. ومعلش انا نسيت اقول لكم ان ورا الكاميرا في خليفة، سلم عليهم يا خليفة. حبايب قلبي جمهور سيزر العزيز. الغيبة دي كانت لحاجة معينة وكانت لظروف، كل ده هنفهمه بعض في الفيديوهات اللي جاية، وإن شاء الله مش هنغيب تاني، ودعواتكم وإن شاء الله نبقى مع بعض ونكبر. أنا عايزكم بس في الآخر تعرفوا إن الفلوس آخر حاجة في الدنيا كده كده. طالما أنت آمنت وعندك يقين، بقى عندك يقين إن كده كده هي الفلوس ما هي إلا وسيلة، مش مسألة ملهاش لازمة، لا هي ما هي إلا وسيلة. بس ساعات في وقت معين بيبقى مفيش فيه ليها لازمة. بالنسبة لي أنا الفلوس ما بقاش ليها لازمة، لأن بعد أمي الله يرحمها مفيش حاجة أغلى منها في الدنيا، لا فلوس ولا بيوت ولا عربيات ولا أي حاجة. عشان كده أنا موجود معاكم، وإن شاء الله هنبقى مع بعض على خير ونبقى ايد واحدة، عشان الدنيا اللي جاية عايزة كده. بعد كده هتفهموا معايا في فيديوهات تانية كتير. حبايب قلبي، يبقى احنا اتفقنا في الفيديو ده ان كلنا غلابة. مهما عملت انت في الاخر بتسيب كل اللي انت عملته، سواء في حد بعد كده بيستفيد بيه عن طريق انه بيورثك او ما بيستفيدش بيه، ايا كان انت نفسك بتسيب اللي انت عملته، تتكل على الله، بتروح بعد ما عزرائيل يجي يزورك وبتتحاسب. كلنا هنموت وبنتحاسب، وانا موجود هنا عشان اخر ربع ساعة من الفيلم. احنا في نهاية الدنيا، وحبايب قلبي خليكم معايا، انا هفيدكم وانتوا هتفيدوني، وهنقف جنب بعض وهنمشي في الطريق اللي المفروض نمشي فيه. سلام يا احلى جمهور في الدنيا، حبايب قلب سيزر. كلنا راحلون، وستبقى أعمالنا هي من تتحدث عنا. سيزر مصر.